ودي بقى المحشي بتاعنا اللي هو محشي اللفت. زي ما انتم شايفين ببقى فرشه ارضيه الحله بطاطس. طبعا البطاطس زي ما انتم شايفين اهي استوت تمام، وطماطم وفلفل. الفلفل والطماطم مستويه. المحشي بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده. معلش اكمني ماسكه الموبايل بايده وبصور بايدي التانية، فزي ما انتم شايفين. وده محشي بقى اللفت بتاعنا. اتفضلوا بألف هنا. وده بقى كان محشي اللفت، ورق اللفت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو. بجد هو طعمه تحفه، وبيديكي نفس الطعم بتاع محشي ورق العنب. البطاطسايه مستويه ودايبه في ارضيه الحله اهي زي ما انتم شايفين كده، دايبه دوبان كده. طعم تحفه. اتفضلوا معانا الغدا بقى. السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. كل يوم بيعدي علينا بصحة وسعادة، نقول كل سنة وانتم طيبين، نعتبره عيد. الفيديو النهاردة معايا لفت. اشتريت لفت النهاردة من السوق، النهاردة الخميس طبعا. السوق عندنا بيفتح من الساعة 2 العصر لتاني يوم 2 الظهر. تمام. اللفت جبت التلات لفتات دولت ب5 جنيه، بيجوا رابطة كده مع بعض. تمام. انا نضفت الورق بتاعهم ونضفتهم من الورق، وده الورق اللي انا هحشيه. تمام اهوت، سويته زي ورق العنب بالظبط. هسلقه في ميه وملح وليمون ومعلقه زيت، زيه زي بتتعاملي معاه كأنك بتتعاملي مع ورق العنب. على فكرة هو بيبقى طعمه ميزز برضو، وفيه المزازة بتاعت ورق العنب، احسن من الورق العنب ابو 100 جنيه. اهو ده ب5 جنيه. هعمل حلة محشي حلوة، وممكن تحط جنب منه شوية ورق عنب لو عندك، ورق خس لو عندك، ورق لف سلق وحمص لو عندك. يعني ممكن تعملها حلة مشكلة. انا بعمل كده. تمام. ده ورق السلق اللفت اهو زي ما انتم شايفينه كده بالشكل ده كده. تمام. الورقة جميلة عاملة ازاي اهي، زيها زي ورقة زيها زي ورقة العنب بالظبط. فانا بحط ميه وملح وليمون ومعلقه زيت في الميه بتغلي، واقوم راح سلقه الورقه عشان تنزل الحضاضه او المرار اللي بيبقى فيها، او المراره اللي بيبقى فيها. تمام. ف بتبقى زيه زي ورق العنب. وهمسك الرز ديت طبعا والعنق اقطعها دلوقتي معاكم واوريكم هنخلله ازاي مخلل اللفت. انا مش هضيف عليه، ما بضيفش انا على اللفت. لما بجيب اللفت الاحمر الكروزومون اللون الكروموزوني دي. تمام. ما بحطش معاه لبنجر ولا لون للطعام عشان ما لونهوش يعني، لان اللون ده هو لوحده بيلون لوحده. تمام. هنشوف مع بعض احنا بنقطعه وهنخلله ازاي. وفي معلقه السحريه اللي انا بحطها معاه بتخليه يفضل مقرمش لمده طويله وما يمرش وما يبقاش معايا ماير. هنشوفه مع بعضنا. يلا بينا كده نروح نقطع اللفت ده عشان نخلله مع بعض، والورق نسلق الورق كمان ونجهزه للمحشي. ودي بقى المحشي بتاعنا اللي هو محشي اللفت. زي ما انتم شايفين ببقى فرشه ارضيه الحله بطاطس. طبعا البطاطس زي ما انتم شايفين اهي استوت.